حاول تعمل تجربة على نفسك إنك تحط إيد في مية ساقعة والإيد التانية في مية سخنة وترفع إيديك الاتنين وتحطهم في مية درجة حرارتها هي نفس درجة حرارة الغرفة. هتلاقي إيدك اللي كانت في المية السخنة حست ببرودة وإيدك اللي كانت في المية الساقعة حست بسخونة نسبية. المبدأ ده هو مبدأ التباين. المبدأ ده هو بيستخدمه البائعين معاك. لو دخلت أي محل هو هيعرض عليك أغلى منتج، يعني مثلا لو هتشتري بدلة هيعرض عليك أغلى بدلة وتدريجيا هيتنقل معاك للقميص والحاجات الثانوية. علشان انت مثلا لو اشتريت بدلة تمنها 4000 جنيه وجيت بعد كده تشتري قميص تمنه حوالي 1000 جنيه، بالنسبة لك يبقى شيء عادي وعادي. انت هتقارن هتقول طب ما انا اشتريت بدلة ب4000، القميص عادي يبقى ب1000 جنيه. وده مثلا بيحصل لو هتشتري موبايل وليكن تمنه 10000 جنيه، البايع بعديها بيعرض عليك جراب غالبا بيبقى اغلى جراب عنده علشان هو عارف ان انت لو اشتريت عدة غالية فانت بالتالي مش هتوفر في الجراب. وغالبا مثلا لو العدة ب10000 فانت هتروح للجراب اللي هو الأغلى، اللي هو لو مثلا سعره 800 جنيه فهتقول عادي مقارنة بال10000 جنيه فأنا هحافظ على العدة بتاعتي. مبدأ التباين ده بيستخدم ضدك أحيانا بشكل مكثف، فخلي بالك.